بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجديد في جديد النهاردة حتة صنف يا جماعة، روعة من الآخر. حاجة كده جديدة خالص، يعني فظيعة، ولازم هتعتمدوها. قدمتها النهاردة مع رز بشعرية. تعالوا نشوف هي ايه. الأول هنعمل مكونات الأكلة واحدة واحدة. معايا هنا ربع كوباية زيت ومعلقتين من الصلصة. ده أول حاجة في المكونات هنبتدي نحضرها واحدة واحدة كده. نحضر مكونات الأكلة. وبعدين كوباية من الطماطم، ما حطيتش لا بصل ولا توم. خلاص. زيت وصلصة وطماطم على الزيت اللي لما سخن. عندي هنا بقى البهارات: ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وسبع بهارات وبابريكا. هقول تاني: معايا مثلا نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة فلفل اسود، ربع جنزبيل، ربع سبع بهارات، ربع بابريكا، ربع كزبرة وتوم باودر وبصل باودر معلقة ومعلقة، والملح والفلفل طبعا. خلاص كده. كده تمام. هسيبها بقى تتسبك واروح للمكون التاني في الأكلة الجميلة بتاعتنا. هنعمل كفتة. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصلاية وسط مبشورة، معلقة من دبس الفلفل اختياري بس بيخليها تحفة، وملح وفلفل وبابريكا، ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. دي تتبيلة الكفتة اللي انا هعملها دلوقتي. ادي المكون التاني بتاعنا. هدعك الكلام ده كله في بعضه كده كويس، واخلي المكونات تمتزج مع ورق البقدونس اللي انا حطاه. كفتة عادية خالص زي اللي انت بتعمليها، وابتدي اعمليها كور في حاجة كده على جنب. كور كور بس كور كبيرة شوية، يعني الكورة تكون محترمة كده حلوة. خلاص. شكليها وتعالي معايا اقولك هنعمل ايه. هنا خلاص القوطة اتسبكت. خلاص. بنحطها في الصينية اللي انت هتدخليها الفرن اللي احنا هنعمل فيها الوصفة. خلاص كده معايا الكفتة ومعايا الصلصة. ادي مكونين عملناهم من الوصفة بتاعتنا. تالت مكون هنعمل انا اسفة، الكفتة هنبتدي نحمرها وناخدها لون من كل الجوانب كده زي ما انت شايفة في حبة زيت، واركنها على جنب. مكان الكفتة ما اتحمرت هعمل المكون التالت بتاعي اللي هو ايه؟ صوص البشاميل. علشان الاكلة الجميلة دي بحط معلقة من التوم وشوية كمون وشوية ملح، واقلب كويس. مجرد التومية بس ما تشم النار انزل بكوباية من الحليب ومعلقة من النشا. كوباية معلقة من الدقيق، أنا آسفة، معلقة من الدقيق وكوباية من الحليب، معلقة ممسوحة كده تخلي الصوص بتاعي حلو ومتوسط القوام يعني. رابع مكون معايا هنا أو رابع حاجة في الوصفة بتاعتنا هي بطاطس مهروسة بس تكون متصفية كويس، وعليها ورقتين من ورق الشبت، وملح وفلفل. بدعكها كويس جدا وبهرسها كويس زي ما احنا شايفين كده، مع 3 معالق من النشا ومعلقتين من الزيت. تتهرس كويس ب3 معالق من النشا ومعلقتين من الزيت. تمام كده زي ما احنا شايفين. ادي المكون الرابع بتاعنا. هتحضري الحاجة واحدة واحدة كده وتاخدي أكلة تحفة 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 تستاهل يعني. كده احنا جهزنا كل حاجة. ادي البطاطس وادي الكفتة وادي الصلصة وصوص البشاميل عملناه. هنبتدي بقى نحضر الأكلة الجميلة بتاعتنا. معايا طبق هنا فيه شوية زيت، بعوص ايديا كده وبحط البطاطس بعملها قرص زي ما انت شايفة كده، وبحط الكورة جواها واقفل عليها البطاطس كده تبقى كورة متماسكة. طبعا النشا اللي جوه البطاطس هتخلي البطاطس ما تفكش وتبقى متماسكة معاكي. وحتة كمان انك تصفيها من المية كويس بعد السليق، دي مهمة جدا عشان تفضل الكورة متماسكة معاكي كده. وتروحي حطاها جوه الصلصة الجميلة اللي احنا عملناها. هعمل معاكم واحدة كمان. هدهن ايديا زيت كده وابتدي اعمل البطاطس المهروسة قرص كده. ده حوالي كيلو ونص من البطاطس يا جماعة على فكرة. وبحط جواه الكفتة،
وبقفل عليه. حاجة سهلة وفي منتهى الجمال ومش هتاخد منك اي وقت، مكونات بسيطة وموجودة في اي بيت، في اي وقت ممكن تقومي تعمليها، ونتيجتها خرافة في اي عزومة تشرفك، يعني تحفة. خلصت هنا الكمية. خدنا بقى صوص البشاميل الجميل اللي احنا عاملينه ده، وحطيناه على وش كرات البطاطس اللي موجودة عندي. ايه رأيكم بقى في التحفة دي؟ ريحة يا جماعة، ومش قادرة اقول لكم، يعني البيت مقلوب من الريحة الجميلة بتاعة المكونات بتاعة الأكلة دي. خلاص، هتحطي بقى البشاميل عليها، وكده احنا بنبتدي نسخن لها الفرن، يعني يستحسن تسخنيه قبل ما تدخليها الفرن معاكي. خلاص. عندك بقى هنا اي نوع جبنة انت حباه، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، انا كان عندي ميكس جبنات كده في الفريزر، رحت مطلعاه وحطاه فوق الوش. حطي كده بوفرة عشان يبقى الأكلة حلوة كده وجميلة ومتكاملة، تشرفك دي في أي عزومة. يعني بصراحة طعمها وطريقة تقديمها شيك جدا يا جماعة، أكلة شيك قوي قوي، هتعجبك جدا. دخليها بقى الفرن يا ست الكل، دخليها لي حوالي مثلا ساعة إلا ربع، علشان المكونات تلم مع بعضها والجبنة تسيح وتبقى قمر كده زي ما انت شايفة. ايه رأيك بقى؟ فين بقى اللايكات وفين الكومنتات الجميلة؟ خدي جولة النهاردة في قناتي، ولو ما كنتيش اشتركتي دوسي على زر الجرس واشتركي معايا في بيت ماما بطة، هنقدم مع بعض كل الحاجات الجديدة والأكلات الجميلة. طلعي بقى لكل مثلا فرد كورة كده، وشوية من الصوص بتاعها، وشوية من الرز بالشعرية، حاجة بقى كده شيك وعظمة تشرفك في أي عزومة. يلا بقى فين، اعملي لي بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واعتمدي الأكلة دي، وكل سنة وانتم طيبين، وتحياتي الكبيرة خالص ليكوا كلكم.